خليني ارجع بالذاكره ل 22 تشرين الثاني 2025، موعد عيد الاستقلال اللبناني. كنت انا موجود بالسفاره اللبنانيه بباريس هون. وصلني طلب عبر سعاده السفير من الجاليه اللبنانيه بيتعلق ب يعني اجراء البصمه البيومتريه لانجاز الباسبور الجديد البيومتري وتخفيض رسوم هذا الجواز من السفارات وعدم يعني الاضطرار للعوده الى لبنان. طبعا انا حملت هالطلب بالدرجه الاولى فخامه رئيس الجمهوريه اللي ابدى كل الدعم، وانا بعدها تواصلت اكيد مع معالي وزير الخارجيه والمغتربين، مع معالي وزير المال، لانه في شقين، الشق المتعلق بانجاز الجواز والمتعلق بتخفيض الرسوم. وطبعا يعني طلبت من مدير عام الامن العام اجراء كل الترتيبات اللازمه لانجاز هذا الشيء، اكيد بالتنسيق ما بين وزارتنا بين وزاره الخارجيه. يعني زللنا العائق اللي كان هو عباره عن بيتعلق بتكاليف السفر وانجاز هذه الاعمال. فطبعا المديريه الامن العام، المديريه العامه للامن العام تجاوبت ويعني قامت بصيانه جميع الالات اللي اصلا موجوده وغطت تكاليف انتقال عناصر وضباط الامن العام للسفارات يعني انجاز هذا الشيء. اليوم اكيد نحن ومعالي وزير الخارجيه والمغتربين وسفير لبنان بفرنسا قمنا باجراء اول بصمه بيومتريه لشخصين من الجاليه اللبنانيه اللي موجوده بباريس، وهذا الشيء اكيد حيكمل. ونحن يعني طلبت انا مجددا من مديريه عام للامن العام ان تستمر بتغطيه التكاليف اللازمه، واكيد بالتنسيق نحن مع وزاره الخارجيه لتعميم هيدي الخدمه على مختلف السفارات. اوروبا، دول الخليج العربي، عملنا بالكويت من فتره، وبنتامل ايضا يعني القاره الامريكيه ولا افريقيا ولا غيرها من السفارات. هذا كله بيندرج ضمن اطار قرار الدولة اللبنانية بتسهيل الأمور اللبنانيين جميعا وخاصة المغتربين، وهيدي رح يكون في إلها انعكاس أكيد إيجابي على كل المواطنين اللبنانيين المغتربين بالخارج، وأيضا ستكون عامل مساعد عند إجراء الانتخابات النيابية. بنتأمل قريبا لأنه حتسمح للبنانيين بالحصول على الباسبور البيومتري، لأنه بنعرف قانون الانتخاب لا يسمح بالانتخاب إلا بواسطة الباسبور جواز السفر أو الهوية اللبنانية، وبالتالي هذا عامل مساعد إضافي كمان بيساهم ب يعني إجراء الانتخابات وتسهيل أمور المغتربين على كل الأصعدة.